صباح الخير. للعام الثاني على التوالي أجد نفسي في العراق، في السليمانية تحديداً، بدعوة كريمة من السيد الرئيس الدكتور برهم صالح مشكوراً. هذه المدينة التي نتعلم منها دائماً تلاقح الأفكار وثقافة الحوار واحترام الاختلاف. في هذه الجلسة سنناقش التحولات التي تطرأ على شمال شرق سوريا وانعكاساتها على مستقبل القضية الكردية والمنطقة. يسعدني أن أرحب بمعالي وزير الخارجية الأسبق هشيار زيباري، مرحبا بك. أهلا وسهلا. وأرحب بالسيدة إلهام أحمد، الرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية للإدارة الذاتية السورية، مرحبا بك. شكرا، أهلا بك. وأرحب بالدبلوماسي الأمريكي بيتر جالبريث، مرحبا بك. دعني أبدأ معك معالي الوزير انطلاقا من الاتفاق المبدئي الذي وقع بين قوات سوريا الديمقراطية وأحمد الشرع الرئيس الانتقالي في سوريا. كيف يبدو لك وضع القضية الكردية السورية؟ شكرا أخي سامي. في البداية أشكر أخي وصديقي ورفيق دربي الدكتور برهم صالح وملتقى السليمانية والجامعة الأمريكية والدكتور بلال على دعوتنا لهذا المنتدى العزيز على قلبي شخصيا. بخصوص سؤالك، حقيقة الاتفاق الذي حصل بين السيد مظلوم عبدي والسيد أحمد الشرع وبدعم من أصدقائنا وحلفائنا الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا ودعمنا أيضا، كان خطوة مهمة جدا في سبيل أن يكون لأكراد سوريا دور في رسم مستقبل سوريا. طبعا هذا الإعلان كان مجرد البداية، وسوريا في 8 ديسمبر صار فيها زلزال سياسي ليس على سوريا ولكن على عموم المنطقة، وجميع الدول المحيطة بسوريا ستتأثر بشكل أو بآخر بهذا التحول الكبير الذي لم يكن يدور في بال أحد. أنا أتذكر كنت في مؤتمر مهم في أحد دول الخليج في 15 نوفمبر 17 نوفمبر، كل القوى الدولية وممثليهم كانوا حاضرون في هذا الملتقى، ولم تطرح قضية سوريا على المؤتمر إطلاقا، وكأن الوضع اعتيادي وطبيعي. ولكن بعد فترة وجيزة منذ إعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله في 27 نوفمبر بدأت عملية ردع العدوان في سوريا، وتراكمت الأحداث إلى أن صار التغيير. فنحن حقيقة أمام مرحلة مفصلية في تحديد سوريا الجديدة. كيف ستكون سوريا الجديدة بعكس سوريا القديمة بعد 50 عام من سياسات التدخلات الخارجية والإقليمية والقمع الداخلي والاضطراب في المنطقة؟ نعتقد أن سوريا حالياً وبهاي الخطوات التي تقوم بها السلطات والتي ليست مكتملة باعتقادنا، يعني تحتاج إلى الشمولية والانفتاح أكثر، ولكن هذه فقط البداية أنا في تقديري. سيدة إلهام، السوريون رحبوا بهذا الاتفاق كثيراً، شاهدناهم على وسائل التواصل الاجتماعي على الشاشات وكل هذه الأمور. هل بدأ فعلياً تنفيذ الاتفاق الذي وقع بين أحمد الشرع ومظلوم عبدي، خصوصاً فيما يتعلق بدمج قوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية في الدولة السورية؟ بداية أنا أيضاً أريد أن أتشكر الأخ العزيز برهم صالح على هذه الدعوة وهذه الجمعة الحلوة حقيقة. يعني بخصوص الاتفاق بإمكاني قول بأن هذا الاتفاق
حقيقة بالنسبة لي في تاريخ سوريا بالأساس وبالنسبة لمصير الكرد والمكونات الأخرى في سوريا كان جدا اتفاق مهم، حيث يعني الاتفاق أسقط جميع الاتهامات الأخرى التي كنا نتعرض لها ككرد في سوريا. نعم. وكمشروع إدارة ذاتية دائما تم اتهامنا بالانفصال والتقسيم وإلى ما هنالك من اتهامات، فهذا الاتفاق أسقط هذه الاتهامات بالكامل. لذلك نعتبرها نقطة تاريخية مفصلية في تاريخ سوريا. من الآن فصاعدا يعني من بعد الاتفاق وما بعد متابعته جدا مهم. أيضا حاليا تم الوصول إلى تشكيل لجان الحوار بإمكان القول، لجان الحوار كي تناقش تفاصيل هذه البنود. نعم، تتحاور حول بنود الاتفاق، كيفية تنفيذها، آلية تنفيذها، بأي آليات سيتم تنفيذها. حاليا نحن في هذه المرحلة، بالتالي من الآن فصاعدا يعني تقريبا بنهاية هذا الشهر ممكن أن تحدث اللقاءات، وحتى الآن حدثت تفاهمات متعددة بما يخص أحياء الشيخ مقصود، بما يخص سد تشرين، النقاط العالقة التي كانت موجودة. بالتالي هناك تفاهمات، ومن الآن فصاعدا نأمل بأنه ونحن حقيقة نتأمل من فيما بعد بأن يكون هناك تفاهمات أعمق بما يخص العملية الدستورية، بما يخص العملية السياسية، بما يخص عملية إعادة بناء سوريا من جديد. فنحن نرى أنفسنا شركاء مهمين وجادين في عملية إعادة بناء سوريا. على ذكرك العملية الدستورية، ودعني أسأل سيد بيتر فيما يتعلق بصمود هذا الاتفاق، هل تعتقد أن الاتفاق بين مظلوم عبدي والرئيس الانتقالي في سوريا سيصمد أم ثمة شكوك حول ذلك، خصوصا وأن الأكراد توجسوا بعد الإعلان الدستوري وقالوا أنه يخالف روح الاتفاق؟ I didn't quite get the entire question, but I'm quite used to being on television, including some of your programs, and answering, even if I don't hear the question, providing an answer. So I'll go ahead anyhow. Most of your guests, that's the way many of your guests do, and I often find quite often the presenter doesn't care. I'm sure it's different here. But I want to begin, like everybody else, by thanking my friend of 34 years, Dr. Kak Barham, and to also be in this wonderful university that he has been the founder of, and so many other people have participated, and to see so many friends. I'd like to just step back a minute and describe the first time that I went to Rojava, which was on March 29th, 30th, 1991. And I was en route to Dahok, where I was meeting up with the late, great Jalal Talabani. And it was during the uprising, and the Iraqi army was, in fact, attacking Dahok, and they took it the next morning. But the point I'm making is that if you traveled from Rojava into Kurdistan, the physical difference between the two places was not that great. You make the same trip today, and I do this 2 or 3 times a year, the physical difference between what you see in Iraqi Kurdistan and what you see in Rojava is huge in terms of infrastructure, buildings, agriculture, everything. And there are many reasons for it, but one extremely important reason is that since 1991, and particularly since 2005, Kurdistan has been running its own affairs. It has Iraqi Kurdistan. It has, in fact, been de facto an independent state. And that has enabled the people of Kurdistan in security and peace to invest in their own country. Now, in the case, and Rojava has been... The agreement, it will exist
and resist between Madlum Abdi and Ahmed Shara? No, Resist. I'm Yeah. going to come to that because it's really quite important to understand the thinking that goes into it, because northeast Syria was the most neglected part of Syria. And so if you are trying to think of what a solution is going to be, how this is going to develop, you need to have that framework in mind. Now, I want to say one other thing. There are some very significant similarities between the situation in Rojava today and what it was in Kurdistan just after the fall of Saddam. There was, again, the Kurds have been governing themselves for 11 years here, 12 years in Rojava. But there's also a very important difference. In the negotiations on the Iraqi constitution, Yes. Kurdistan wanted to have the maximum amount of power for Kurdistan and the minimal amount of power for the federal government in Baghdad, because every single Iraqi Kurd I've met has always wanted an independent state, an independent country. And that includes the 4 Kurdish presidents of Iraq. But I have never met a Syrian Kurd who wants to have an independent state. They want to be part of Syria, and that is a critical difference. But the question is, how are they going to be part of Syria? And following up on this agreement, which was in very general forms, how do you reconcile a part of Syria, northeast Syria, which has its own political system, strict gender equality, half the elected members of the various governmental institutions are men and half are women, with one in Idlib, which is Islamist? Each would like to have its own system throughout Syria. But if that's not possible, then a federal system that allows each to develop in its own way, and also, it's not just the Kurds, but protects the autonomy of the Druze, the Alawites, the Christians, and even the Sunni Arabs are not the same, because you have tribal, you have secular people in Damascus, so it's quite a different history. معالي الوزير، استنادا من التجربة الكردية العراقية، كيف تضع مقاربة أو معالجة للملف الكردي في سوريا؟ بعبارة أخرى، ما النصائح التي تقدمونها لأكراد سوريا؟ شكرا. حقيقة نحن نستطيع أن نساعد إخواننا في أكراد سوريا بالعديد من الطرق من خلال تجربتنا الحديثة وما مررنا به من عملية انتقال سياسي للسلطة، وكيفية تحديد مطالبنا ضمن العراق الاتحادي الديمقراطي الموحد. وأيضا هم في سوريا في القوى السياسية الموجودة والنشطة من قسد، بيداء، أناكسا والقوى الكردية الأخرى، النقطة الأساسية التي نحاول أن نتواصل معهم وبإيجابية هو توحيد الموقف الكردي أولا. هذا هو نقطة البداية، كما عملنا نحن في كردستان العراق رغم اقتتالنا الداخلي وخلافاتنا، ولكن بعد التغيير وحدنا صفوفنا وذهبنا إلى بغداد كفريق واحد، الرئيس مسعود البارزاني والرئيس الراحل إمام جلال، وعملنا كفريق واحد مع جميع القوى الوطنية العراقية والدولية التي كانت فاعلة ومؤثرة في هذا الموضوع. النقطة الأخرى، نحن نؤيد جميع مطالبهم، ونحن امتداد استراتيجي لهم حقيقة، ووقفنا معهم وسوف نقف معهم، أن تكون مطالبهم معقولة وواقعية وضمن وحدة التراب الوطني السوري، مع ضمان حقوقهم الثقافية واللغوية والاقتصادية، وأيضا في الإدارة الذاتية. نحن سوف لن نملي عليهم صيغة أو وصفة جاهزة، هم يقررون ما هو الأفضل لهم، ولكن أحيانا من الصعب استنساخ تجربة إقليم كردستان على
روجافا مباشرة. فما حققناه كان نتيجة لصيرورة تاريخية ونضال من الانتداب البريطاني إلى الحكم الملكي إلى الحكم الجمهوري، عندما أعلن عبد الكريم قاسم العرب والأكراد شركاء في الوطن الواحد، إلى نظام العارفين الذي أقروا باللامركزية، إلى مجيء حزب البعث وصدام حسين وأقروا الحكم الذاتي، قانون الحكم الذاتي لإقليم كردستان اللي كان الأساس لما بنيناه عليه، وثم انخراطنا في المعارضة العراقية مع القوى الدولية في التغيير، وطالبنا بالفيدرالية ضمن العراق الاتحاد الواحد، وأقر ذلك بالدستور الذي استفتى عليه الشعب العراقي بأكثر من 85% وافقوا على هذا العقد الاجتماعي الذي أصبح قانون للبلاد. هاي تجربتنا. أفهم أنه يجب عليهم أن يصبروا كثيرا حتى يحققوا ما يريدون. لا، هو الحركة الكردية في سوريا حقيقة لها جذور، يعني ليست طارئة إطلاقا. ونضالات الأكراد في سوريا تصدت لها أحزاب كثيرة، الثورة الكردية في العراق، المرحوم الملا مصطفى، الحزب الديمقراطي كان له تأثير جدا، ولكن ظهرت قوة جديدة حديثة أيضا نعترف بها ونتعامل معها. الواقعية في التعامل أعتقد مهم جدا، وأيضا أمامهم فرصة حقيقية أن يكونوا جزء أساسي من تقرير مستقبل سوريا. جميل. لأن حقيقة النظام الجديد في سوريا رغم خطواته ورغم الدعم الموجود ولكن لم يستقر بعد، وهناك بعض المخاوف والشكوكية. هم قوة ديمقراطية مدنية يؤمنون بكل القيم التي يتبناها المجتمع الدولي والمجتمع العربي، لذلك يجب أن ينتبهوا حقيقة أن لا ينجروا إلى مجازفات معينة، بل التعامل الإيجابي مع هذا الوضع للوصول إلى صيغة تحفظ حقوق الجميع. جيد معالي الوزير، ودعني يعني أسهلهم من كلامك وأسأل سيدة إلهام فيما يتعلق بتشظي الكرد، وكأنه معالي الوزير متخوف من عدم لملمة الأكراد ضمن رؤية واحدة ومشروع واحد، هناك تشظي للأكراد داخل سوريا. هل تريدون تكرار تجربة كردستان العراق أم التعلم منها؟ لا بالتأكيد، يعني تجربة إقليم كردستان هي تجربة مهمة في تاريخ الكرد وفي تاريخ الدول التي تتشارك مع الكرد في نفس النظام السياسي. أخذ التجارب مهم. يعني بهذا المجال نحن ننظر إلى تجربة إقليم كردستان بأنها تجربة حدثت في تاريخ معين وفي ظروف سياسية جيوسياسية معينة، وتحدد بأن تكون العراق فيدرالية وإقليم كردستان هو إقليم كردي في الجغرافيا العراقية. بالنسبة للكرد في سوريا الظروف تختلف، يعني الظروف تختلف والظروف الجيوسياسية تختلف، حتى التركيبة الاجتماعية تختلف نوعا ما. بالتالي أخذ هذه الظروف بالكامل بعين الاعتبار والنظر إلى التجارب ليس فقط في العراق وإنما في العديد من أنحاء العالم. نعم. وفي دول أخرى، التجارب التي أدت إلى حل في قضايا الشعوب، قضايا القوميات، قضايا الإثنيات مهم. بالتالي سوريا عندما ننظر إلى واقع سوريا حاليا يعني هو مجتمع تعددي متنوع فيه ثقافات متعددة. أخذ هذا التنوع مهم جدا في رسم النظام أو تحديد النظام السياسي في سوريا كيف سيكون، وتقرير مصير الكرد في سوريا أيضا ضمن هذه الظروف، وبما يؤمن الاحتياجات الضرورية أو يضمن حقوق الكرد بالكامل، يعني بشكل كامل في الدستور السوري مهم. لذلك
دعنا يعني نتعرج على موضوع الأنظمة شديدة المركزية. حتى الآن هذه الأنظمة ظهرت في تواريخ محددة في ظروف سياسية معينة، لكن أتت معها بأزمات بنيوية في الدول وفي بنية المجتمعات. نعم. بالتالي أدى إلى ظهور حروب. لذلك حالياً نحن ننظر بأن الأنظمة شديدة المركزية لا تحل القضايا إنما تعمقها. لذلك في سوريا أيضاً نحن نرى بأن سوريا يجب أن لا ترجع لما قبل 2011، ويجب أن تكون لا مركزية، يجب أن تعطي حقوق كافة المكونات في المجتمع السوري. سأعود لك بعد قليل فيما يتعلق المركزية والفيدرالية، ولكن دعيني أسأل سيد بيتر من خلال تجربتك الطويلة هنا في المنطقة، ما الأخطاء التي وقع فيها إقليم كردستان العراق والتي يجب على أكراد سوريا أن يتجاوزوها أو يتجنبوها؟ Certainly, there's a long list of mistakes that should not be repeated. And, you know, whenever I'm here talking to my Kurdish friends, they always talk about the mistakes. I think it's also important to keep in mind the great achievements. Kakosher, I think, stressed the most important point, which is to be unified. The success that the Kurds had here was the unity. I would say sometimes it's just the temporary unity, but at least as they went into that critical phase in 2003, 2004, 2005, they maintained the unity. And, you know, both Khoshayar and Barham and others were very important players. Barham was responsible for the Kurdish veto being in the temporary law, which gave the Kurds the power to get what they wanted. And that was working with Kak Massoud and the KDP. So that's a very important point. They haven't maintained that unity always. In northeast Syria, there's been an inability to have unity between the KNC and the PYD. That is a major issue. So that certainly is one. The second issue I would focus on is how the Constitution is written. You know, Shara would like to have a constitution written by people appointed by him and then submitted to a referendum. Critical to what happened here was that the Constitution was written by the elected representatives of the Iraqi people. That is something that is the democratic way to do it. It's also the only way to effectively represent the mosaic of Syria against Kurds, Druze, Alawites, Christians, secular people, religious people. So it would be important to focus on that. And then the final point I'd make, you know, I think almost everybody agrees that the Kurds, as they approached the constitutional negotiations, they were much better prepared than anybody else, and that was part of their success. And the most important part of being prepared is to define what you want. You know, if you don't know what you want, you're not going to get that. And so that is another lesson that needs to be taken. Actually figure out what you want and then advance it and make the argument for it. And in the case of Syria, it's a very simple argument. It's an argument to hold Syria together. The issue here was for the Kurds, they always wanted a separate state. But in Syria, that is not, and so, you know, people fear that federalism here would lead to the breakup of Iraq. But federalism in Syria is likely to keep Syria together. معالي الوزير، يعني الجماعات الكردية في سوريا اتفقت مؤخراً على رؤية سياسية شاملة تضمن نظام اتحادي ربما فيدرالي تعددي ديمقراطي. باعتقادك هل هذا يخدم مصلحة سوريا في الوقت الراهن؟
شكرا. هو هناك فهم خاطئ بالنسبة لمفهوم الفيدرالية أو الدولة الاتحادية. الفيدرالية هي دولة اتحادية، دولة واحدة وليست دولتين، ولدينا العديد من تجارب العالم الناجحة في الأنظمة الفيدرالية. أعتقد كما ذكرت في جوابي لسؤالك السابق، نحن في العراق مررنا في صيرورة تاريخية. حتى علاقات الأحزاب الكردية أو الحركة القومية الكردية كانت وثيقة مع الأحزاب الوطنية العراقية، يعني في فترة مقارعة النظام والتعاون مع القوى القومية الشيعية الإسلامية اليسارية، كان هناك تفهم لحقيقة مطالب أو القضية الكردية. في سوريا هناك انقطاع حقيقة، ما أقول قطعي، ولكن هذا التفاعل اللي كان عندنا موجود في العراق ربما يفتقدوه إخواننا في أكراد سوريا. يعني في النظرة الشمولية والقومية المتأصلة عند كل الفئات في سوريا، ونظرتهم إلى أي تنازل لحقوق الأكراد يعتبروه تقريبا خط أحمر. فهذه الحساسية لم تكن موجودة عندنا، ذكرت المراحل اللي مرينا فيها. فأعتقد هناك قوة أخرى في سوريا في المجتمع السوري، ولكن أرجع وأقول لأول مرة في تاريخ سوريا في هذا الإعلان الذي صار بين السيد مظلوم والشرع في إشارة لاعتراف بالكرد كمجتمع انتقدوا، بس لأول مرة تأتي كلمة اعتراف من النظام الجديد. هذا بحد ذاته أنا أعتبره مكسب. أعتقد القيادة السياسية الجديدة في سوريا أيضا تعي تعقيدات الوضع السوري، ونحن نعيش في قرية كونية، في مصالح، في أمور. حقيقة بالنسبة للوضع روجافا وأكراد سوريا، تركيا لديها دور مهم، وأعتقد التواصل أو التفاهم هناك، لأن سوريا ستصبح ساحة صراع على النفوذ بين إسرائيل وتركيا. سنتحدث على هذه النقطة تحديدا. نعم. فلذلك مهمة إخواننا وأخواتنا في سوريا ليست سهلة، ولكن نحن في خدمتهم في تقديم أي شيء ممكن يساعدهم على تجاوز هذه العقبة. ولكن المحك، أتفق مع صديقي بيتر، محك لتحديد مستقبل سوريا هو الدستور، هو خط الشروع أو خط البداية. سيدة إلهام، الرئيس أحمد الشرع يعارض فكرة الفيدرالية، يقول أنه لا يحظى بقبول شعبي ولا يخدم مصلحة سوريا. إصراركم على الفيدرالية أو اللامركزية كما تريدين تسميتها، ألا يمكن أن ينتهي بالصدام مع دمشق في فترة ما مستقبلا؟ هذه ليست أول مرة يتم المطالبة فيها من قبل الشعب السوري بنظام لا مركزي. في الخمسينيات أيضا كان هناك مطالب، وحتى قبلها وقت الانتداب الفرنسي سوريا كانت عدة دول صغيرة ضمن هذه الجغرافيا، بمعنى أن سوريا لها تجارب باللامركزية. وحاليا رفض اللامركزية هذا يعني الدخول في صراعات جديدة. شكل هذه الصراعات، نحن لا نرغب بظهور صراعات جديدة حقيقة. يعني السوريون عانوا ما عانوه من حروب وهجرة وإلى ما هنالك معاناة. فحاليا نحن نصر على أن يكون هناك تفاهم على نظام سياسي في سوريا بتشاركية. ما يحدث الآن حاليا هو تحديد مستقبل سوريا أو تعيين مستقبل سوريا من قبل طرف واحد. إدارة دمشق هي التي أعلنت
الدستور المؤقت، الحوار. وهي التي أعلنت الحكومة الإدارة. بالتالي نحن حاليا في بداية حوار معهم، لكن لدينا أيضا مطالب بأن نكون مشاركين في وضع الدستور السوري، وأن نكون مشاركين في الإدارة، وأن يكون نحن مع بعض نرسم معالم سوريا الجديدة. فهذه المخاطر موجودة حقيقة مع الأسف. إذا الإدارة الجديدة لم تدرس الموضوع بالشكل المطلوب وبالحساسيات الموجودة حاليا، الدروز رافضين للنظام المركزي، العلويين رافضين للنظام المركزي، السنة المعتدلين أيضا، الفئة العلمانية في سوريا نسبة كبيرة من السوريين هم علمانيون، المسيحيون نفس كذلك الأمر. بالتالي الغالبية في سوريا يطالبون بسوريا لا مركزية ولا يرغبون لديك إحصاء حول ذلك؟ بالتالي شخص واحد أو إدارة مركزية ليس من الصحيح بأن تحدد الخارطة السياسية لسوريا. ولكن عندما نقول الغالبية، هل لدينا استفتاء؟ هل قمنا باستطلاع لنحدد بالضبط أن الغالبية تريد اللامركزية في سوريا؟ الظروف السياسية الموجودة تفرض هذا الموضوع، تفرض اللامركزية. نحن رأينا ما حدث بالساحل قبل فترة، مجازر ارتكبت. لماذا؟ لأن هناك عداء، بمعنى أن النظام السابق نظام البعث عندما ذهب ترك وراءه إرث من الانتقام، إرث من الأحقاد، إرث من استمرارية الحروب، يعني إمكانية استمرارية الحروب، الاقتتال الداخلي. فإذا الإدارة الجديدة حاولت بأن تستمر على هذا المنهج وحاولت أن تفرض ما كان النظام البعث أو النظام السابق يفرضه، بالتأكيد سيكون هناك مشاكل جديدة. ما الخطة باء لديكم في حال رفض أحمد الشرع الحكومة الجديدة الإدارة الانتقالية الفيدرالية؟ هل لديكم خطة باء ممكن نعرفها؟ حاليا الواقع الموجود يعني الدروز هي إدارة خارج إطار الإدارة الجديدة، يعني منطقة العلويون يعانون، شمال وشرق سوريا لا تزال هي في ظل حكم الإدارة الذاتية. إدلب هي أيضا نفس كذلك الأمر، يوجد فئة تحكم إدلب، والمناطق السورية الأخرى أيضا نفس كذلك الأمر، بمعنى أن الواقع الموجود بشكل طبيعي يخلق حالة جديدة لرسم نظام سوريا الجديد. الخطط الموجودة لدينا سنحافظ على ما هو موجود، وسنسعى لأن ننخرط في الداخل السوري أكثر ونكون مشاركين في كل عملية تحدث. سنضغط بهذا الاتجاه كي لا يكون لنا خيارات أخرى، خطة باء وخطة جاء أيضا. سيد بيتر، يعني إسرائيل تطالب بتحويل سوريا إلى دولة فيدرالية تضم حكم ذاتي، والسؤال الذي يطرحه كثيرون في المنطقة أنه أليس مطالب الأكراد عليها علامات استفهام، بمعنى أنها ممكن تخدم مشاريع خارجية ولا تخدم سوريا بالأساس؟ ما رأيك في هذا الطرح الذي يطرحه البعض؟ This is a nonsensical point to say that because somebody in Israel has said it, therefore it's a bad thing. And personally, I haven't even seen it. But, this is just a way to slander a process. The fact is that decentralization or federalism, because it really is federalism, is something that is desired by the people of northeast Syria. You asked about the statistics. By my calculation, about 40% of Syria's population is not Sunni Arab. They're Kurds, Christians, Alawites, Druze. And of the 60% that might be Sunni Arab, many of them are not Islamist. As Ilham pointed out, they're communists, they're secular people.
So the idea that one particular ideology coming out of Idlib led by somebody who used to be ISIS and used to be Al-Qaeda could somehow control Syria is something that is not in the interest of the people of Syria and frankly not in the interest of the rest of the world. So those are the facts. And how do we solve this? Well, you don't have a public opinion poll, if there aren't any. You have an election. You do it by proportional representation and you see what emerges. But I think what you'll find is that what emerges is going to be very diverse, and then you need a system that accommodates everybody. سيد زباري، يعني دول المنطقة تركيا حتى دمشق كما كنا نتحدث ترفض الفيدرالية، ربما طهران تعتبر أن ما يطالب به أكراد سوريا هي مشاريع انفصالية في ظاهرها نظام فيدرالي طموح وواعد، لكن في جوهرها نزعة انفصالية. ما تعليقك على ذلك؟ هذا التصور موجود عند دول المنطقة. هذه إمبراطوريات عريقة، الإمبراطورية الفارسية العثمانية، ولديهم تاريخ طويل وعريض مع شعوب المنطقة. ولكن كما قال أحد المتحدثين يوم أمس، حقيقة مصير ومستقبل وقدر هذه الأمم أن تتعاون على الاستقرار وعلى التنمية والازدهار. الأمة التركية، العربية، الفارسية، الكردية، اللي هم أمم حقيقية فيها. نحن تجربتنا، نعم، عندما عقدنا أول انتخابات في عام 1992 كانت صدمة بالنسبة لدول المنطقة، أنه كيف الأكراد في هذا الإقليم المحمي دولياً سوف يصوتون على مستقبلهم. فلذلك حصل تحالف ثلاثي أو رباعي، سوري، تركي، إيراني وعراقي، لخنق هذه التجربة باعتبار هذا تهديد لأمنهم القومي ولمصالحهم. وخلال تجربتنا وبناء مؤسساتنا، ولعلمك أقول وأمام هذا الجمهور الطيب، ما حققناه كما قال بيتر صديقي من سنة 91 إلى الآن، هذه أطول فترة لحكم كردي لنفسه في تاريخ الكرد. أطول فترة زمنية. طبعا بعد ذلك تنازعنا وتقاتلنا فيما بيننا، تركوا هذا الموضوع، قالوا هم يصفوا بيناتهم. لكن رجعنا وبمساعدة من أصدقائنا الأمريكان وقعنا على اتفاقية واشنطن، وهناك لأول مرة أخي برهم يتذكر دخلنا مسألة الفيدرالية في هذه الاتفاقية. ولكن بالتجربة العملية أثبتنا لجوارينا وأصدقائنا الأتراك والإيرانيين وسوريا في وقتها، نحن سوف لن نكون عامل تهديد لأمنهم، سوف لن نتدخل في شؤونهم، سوف نحمي مصالحهم. ومن خلال التجربة حاليا هناك اطمئنان حقيقة. علاقاتنا مع تركيا متطورة متنامية، مع إيران أيضا هناك مصالح مشتركة جديدة. مع العراق اتفقنا على عقد اجتماعي اللي هو النظام الفيدرالي، واللي يشاكسونا لحد الآن يوم بيوم على كل صغيرة وكبيرة. لكن حقيقة هذا مو تهديد لهم، وطالما أنه ضمن الوطن الواحد أي تركيبة ممكن يختارها الشعب ويقرر مصيره، أعتقد هذا حق طبيعي من حق كل الشعوب. دعني أسألك سؤال ثاني ربما تعقيبا على ما قلته. يعني الآن تحققت الفيدرالية في الأكراد العراق، والآن مطالبات سوريا لفيدرالية أخرى. هل هذا يصب في مصلحة الأكراد كل في دولة واحدة، أم يخدم في النهاية مشروع كردستان الكبرى؟ هو مشروع كردستان الكبرى حلم في قلب كل كردي، يقولها أمام الجميع وأنا مسؤول عن ذلك، لا نخجل من ذلك. ولكن عمليا وواقعيا موضوع آخر.
ومررنا بتجربة الاستفتاء ورجعنا إلى الخيمة العراقية وإلى الدستور مرة أخرى. هناك نهوض للحركة الكردية في منطقة الشرق الأوسط. إذا تشوف ما حققناه نحن في العراق، في سوريا، في روجافا، هناك تقدم كبير في تركيا، هناك عملية سلمية سياسية جديدة بعد تصريح الرئيس أوجلان للبككة بنزع السلاح وحل حزب العمال. هاي كلها حقيقة جذبت من الأقليم مركز ثقل وجذب لهذه التطورات الإيجابية. طبيعي نحن مع حل النزاعات مع هذه الدول بالطرق السلمية والديمقراطية والدستورية، ولسنا مؤيدين للنزاعات وللحروب، لأن لم يتضرر أحد أكثر من الشعب الكردي من هذه الحروب والنزاعات. سيدة إلهام، هناك معلومات تقول إن الانسحاب الأمريكي من شمال شرق سوريا سيكون خلال شهرين. إذا تحقق ذلك، ما خططكم لملء هذا الفراغ الأمريكي في المنطقة؟ يعني بين الفترة والفترة تنتشر هكذا معلومات، وحسب تقارير يقال بأنه سيكون هناك انسحاب. منذ سنين ونحن والولايات المتحدة الأمريكية في إطار التحالف الدولي حاربنا داعش وموجودين، وهم حاليا القوات الموجودة هي بأعداد قليلة جدا، يعني بشكل رمزي هن موجودين. فبموضوع الانسحاب دائما نحن يعني بهذا المجال اعتمدنا على قواتنا الذاتية في موضوع الدفاع، في موضوع السياسة. من الآن فصاعدا أيضا سيكون هذا سيكون خيارنا، لكن بناء تحالفات أيضا مهم جدا بالنسبة لنا. ممكن أن يكون هناك تحالفات جديدة، ممكن أن يكون هناك اتفاقات، ونحن نسعى إلى حقيقة إنهاء كل القضايا التي موجودة حاليا مع بعض دول الجوار كتركيا. ودائما الدولة التركية كانت هي التهديد الأساسي علينا. فحاليا نحن ممكن أن أقول نحن معهم في مرحلة حوار، ولو إن كانت بشكل غير مباشر أو أحيانا مباشر، فهذا مهم. وفض هذا الصراع النزاع والوصول إلى تفاهمات هو خيار مهم بالنسبة لنا، إضافة إلى الوصول إلى نتائج وتفاهمات مع الإدارة الجديدة أيضا هو خيار، وممكن أن يكون هناك خيارات أخرى أيضا. في هذه الخيارات الأخرى، يعني إسرائيل قالت أن الانسحاب الأمريكي من شمال شرق سوريا سيضطرها للقيام بحراك ملائم، ونضع سطر على هذا الحراك الملائم. هل نتوقع في سياق ما ذكرتيه من تحالفات قد تنشئونها، هل نتوقع تحالف كردي إسرائيلي؟ يعني نأمل بأن لا تتحول سوريا إلى ساحة صراعات جديدة. حقيقة ما نأمله بأن يعني يتحقق الاستقرار مع بناء نظام سياسي جديد في سوريا. هذا ما نأمله وهذا ما نسعى إليه بشكل دائم. بناء التحالفات مهم مع دول الجوار التي حقيقة هي في صراع فيما بين بعضها البعض، كي ننقذ سوريا أو نخرج سوريا من أن تتحول إلى ساحة صراع جديدة. فبالتالي العلاقات مع دول الجوار مهمة، وضمن هذا الإطار نسعى لأن يكون هناك سلام مع كل دول الجوار. مع كل دول الجوار بما فيها إسرائيل. بالتأكيد. بما فيها إسرائيل. نسعى إلى السلام. طيب. يعني كل عملية ستخدم السلام والاستقرار في سوريا بالتأكيد هو أمر مهم جدا. طيب سيد بيتر، كيف نتوقع شكل التجاذبات الإقليمية والدولية على الأراضي السورية في حال انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية وتأثيرها على الأكراد هناك؟ I don't know if the United States will withdraw. We have an administration that seems to be very unpredictable. It's hard for me to believe that Donald Trump
wishes to leave Syria in the hands of an organization that was so recently affiliated with ISIS and Al-Qaeda, Al-Qaeda being the people who attacked the United States, in fact, Donald Trump's home city of New York. But I think there's a second point, which is the SDF is both larger, has more women and men under arms, and better weapons than the HTS. It is the largest military force, largest Syrian military force today. Now, that may change, but at least at the moment, it's in a strong position. Now, turning to the neighbors, particularly to Turkey, I'm very much reminded of an incident that I was part of in 1988, which is in April of 1988, Jalal Talabani, and I think, Hoshiyar, you were with him, came to the United States. I arranged for them to see a low-level person at the State Department. The next day, Kenan Evren, the military dictator of Turkey, came, and he was furious that the State Department had seen Kurdish terrorists, namely Jalal Talabani and Hoshiyar Zebari. And there was a ban on meeting the Kurds that lasted through 1991. Where is Turkey today? It is the largest investor in Iraqi Kurdistan. In fact, the guests here have been staying in what hotel? The Rotana, Turkish hotel. Turkey's built the airports. It's every place here. And there's a great relationship between the two. So, I think that Turkey will find, incidentally, it built a pipeline without permission from Baghdad. So there is the potential, particularly if there's peace between the PKK and Turkey, as one hopes there will be, that in fact, with regard to Syria, that Northeast Syria will be a partner with its neighbor. Now, that's the most important of the neighbors. Obviously, Iraq, the Iraqi Kurdistan and Northeast Syria ought to have better relationship. It hasn't been always so good, but there's a common interest. Jordan would have good relations. And there's Israel. Well, Israel has encroached on the territory of Syria even beyond the Golan Heights. Clearly, it needs to go back as part of any peace agreement. And then if there's going to be a full peace agreement, it's probably going to have to be on the basis of land for peace, just as it was with regard to the Sinai. But hopefully there will be a peace agreement between Syria and Israel, normal diplomatic relations. And, this conflict goes back to 1948. It's before almost everybody in this room was born. So isn't it time to end it? معالي الوزير، إذا كنت تريد أن تعلق على مسألة الانسحاب الأمريكي، كيف سيؤثر ذلك على سوريا بشكل عام والأكراد بشكل خاص، لأنه الآن واضح أنه الخوف من الصراع التركي الإسرائيلي على الأرض السورية. نعم، شكرا. حقيقة هذا الخوف موجود دائما، لأن هذا التواجد كان محكوم بمكافحة محاربة داعش سواء في سوريا أو في العراق عندنا. طبعا داعش لا زالت موجودة قائمة بشكل أو بآخر، وداعش لما أتت إلينا أتت من سوريا في 2014 بسبب غياب السلطة على جميع المناطق السورية، ونحن لدينا تجربة مريرة في هذا الموضوع، وكان بطلب منا أن نطالب التحالف الدولي يجي يساعدنا في العراق، لأن سامرة كانت مهددة، بغداد مهددة آنذاك، وأتذكر هذه الأيام. لذلك هذا الدور اللي لعبوه كان دور حيوي ومحوري، وأيضا في دعم قوات قسد في سوريا وفي هزيمة داعش اللي كنا في العراق وفي سوريا خط الصد الأول أمام هذا التهديد. أنا في تقديري احتمالية تقليل وجود القوات الأمريكية موجود ربما، ولكن الانسحاب صعب جدا بسبب التطورات الإقليمية الزلزالية الحاصلة في المنطقة. أعتقد أي حاكم في أمريكا
لديه حساباته ولديه أولوياته. حاليا أنا شخصيا أستبعد ربما تخفيض، ولكن أستبعد الانسحاب الكلي. وحتى يوم أمس السيد رئيس الوزراء السوداني في مداخلته أشر إلى هذه الإمكانية بسبب التطورات صحيح. الحاصلة في الإقليم. ربما هذول المستشارين راح يبقون فترة أكثر. سيدة إلهام، إلى أي حد أكراد سوريا مستعدين للخروج من عباءة عبد الله أوجلان وتركيز جهودهم السياسية فقط على سوريا؟ أنا أصف هذه العلاقة بأنها علاقة فكرية، يعني هي عبارة عن مبادئ وتنظيم للحياة الاجتماعية والثقافية. بالتالي موضوع حل القضية داخل الإطار السوري هو هدفنا منذ البداية، وكان هذا هو الإطار الأساسي. يعني تركيا لعبت دور حقيقة في موضوع يعني التدخل بالشأن الداخلي للكرد في سوريا ومنعهم بالأساس بالتوحد أو الانخراط في الداخل السوري بشكل جيد وفي العملية السياسية. يعني تركيا منذ البداية هي تدخلت في هذا الوضع ومنعت أن يكون هناك اتفاقات استراتيجية مهمة بيننا كسوريين كرد وعرب وآخرين. هذا أعطى صورة وكأن الكرد دائما يسعون لأن يتجهوا نحو الانفصال، علما أن مشروعنا واضح. مشروعنا سوري، سوريا لا مركزية، سوريا تعددية، سوريا تحمي الثقافات الموجودة في المجتمع السوري. بالتالي نحن الآن أيضا سابقا والآن أيضا هدفنا الأساسي هو حل القضايا مع دمشق والانخراط في العملية السياسية السورية وضمان حقوق الشعب الكردي في الدستور السوري والقوميات الأخرى أيضا في إطار سوريا دولة لا مركزية. سيد بيتر، ما الآفاق التي ينتظرها أكراد سوريا وما مستقبل القضية الكردية في المنطقة؟ باختصار لو سمحت. Well, first, it's for the Kurdish people of Syria to determine what it is that they want, and not for me as an outsider. But if you talk about what would be normal in terms of federalism or autonomy, there are a few things are fairly obvious. First, they would want to retain their current institutions, the autonomous administration, their current rules, gender equality. They would want to control their own educational system. They would want to control their police and security forces. They would want to be controlling the local economy. And incidentally, these are very normal things in a federal system. It's not just what would exist in Syria, it's what exists in the United States. You know, there's one state in America that has the civil code. Every other state has the common code. There were different rules for divorce in different states in the United States. So the different systems of taxation. So this is just a normal, and the police is local in the United States, and the United States is quite a centralized federal state. So, you know, these are just the normal aspirations. People want to control their own destiny, and yet they also want to be part of Greater Syria. And that brings a final point I'd make, which is, if Shara wants to be inclusive, he should include people from these other communities, not just some Kurd who he chooses. You know, when I went to Baghdad in 1987, I met the Kurdish deputy speaker of the Iraqi parliament. At the same time, the Anfal was going on. He didn't represent the Kurds. If you want to have a Kurd or several Kurdish ministers, you ask the people in northeast Syria to choose who they are. You don't choose it. If you want a Christian, you ask the Christian community to choose. That's the way in which you become inclusive. That, incidentally, is what's happened in Iraq. So the cabinet didn't include
at post-2003 didn't include as a foreign minister some Kurd chosen by the prime minister. It included Hoshio Zebari, who was chosen by the Kurdistan government. That's the way you get to inclusivity. So it's twofold. You choose your own people to run your own affairs, and you participate in the central government or the federal government in Damascus. شكرا لك سيد بيتر. سيدة إلهام، معالي الوزير هوشيار زباري، شكرا لكم على كل ما تفضلتم به وعلى رحابة صدركم. هذا ما سمح به الوقت. شكرا للحضور الكريم على حسن الإصغاء والمتابعة. شكرا جزيلا. شكرا.